بعد كده الكربوهيدرات. الكربوهيدرات من الحاجات برضو اللي موجوده في السيل ممبرين، ولكن انت غالبا مش هتلاقيها لوحدها، هتلاقي ان الكرب دي مندمجه مع حاجات تانية. يعني هتلاقي عندك مثلا كربوهيدرات، تمام، زائد شد كده سهمين، ممكن تكون زائد ليبيد او زائد بروتين. طيب بالراحه، لو الكربوهيدرات ضفت عليها ليبيد هيعمل لك حاجه اسمها جلايكو ليبيد. جلايكو يعني كربوهيدرات، ليبيد يعني دهون، فالجلايكو ليبيد عباره عن ميكس ما بين الكربوهيدرات والليبيد، تمام، اسمه جلايكو ليبيد. طيب لو انت دمجتها مع البروتين هيعمل لك حاجه اسمها جلايكو بروتين. يبقى تاني، الكربوهيدرات هي بتندمج مع الدهون او بتندمج مع البروتين. لو اندمجت مع الدهون هتعمل لك جلايكو ليبيد، لو اندمجت مع البروتين هيعمل لك جلايكو بروتين، تمام. طيب ببساطه برضو ايه لازمه الجلايكو ليبيد وايه لازمه الجلايكو بروتين؟ الجلايكوليبيد فكرته الأساسية هي السيل ريكوجنيشن. طيب يعني إيه؟ سيل ريكوجنيشن يعني ببساطة إن الخلية بتاعتك بيكون عليها موجود كده عليها من بره الجلايكوليبيد. الجلايكوليبيد ده يعتبر كده زي بطاقة تعريف، تمام، بطاقة تعريف موجودة على الخلية بتاعتك، تمام. الخلايا المناعية تفضل ماشيه، الخلايا المناعيه تفضل ماشيه تبص الكارنيه ده مناسب مطابق لجسمي ولا لا. لو الكارنيه ده مطابق للخلايا بتاع جسمي تقول الخليه دي عدي، انت خليه تبع جسمي. طيب نفترض ان في مثلا خليه غريبه، جسم غريب دخل عندي، تمام، جسم غريب بالشكل ده، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان بطاقه التعريف دي مختلفه، تمام، بطاقه التعريف هتلاقي انها مختلفه. فمجرد ما الخلايا المناعيه بتاعتي دي خلايا مناعيه، تمام، مجرد ما تبص عليها هتعرف انها خليه غريبه، هتبدا انها على طول تاتاك، هتبدا تهاجمها وتكسرها، تمام. فعشان كده مهمتها هي السيل ريكوجنيشن، ان جسمك يعرف السيلف من النون سيلف، الخلايا بتاعتي من الخلايا مش بتاعتي. اقول لك مثال بسيط، فكره فصائل الدم بتاعتنا، ان انت الخليه بتاعتنا في عندك فصيله دم مثلا A، وعندك فصيله تانية اسمها B، تمام، في عندك طبعا AB وعندك O برضه، ولكن هتكلم على A وهتكلم على B، تمام. ده كده A وده كده B. ال A في مستقبل معين موجود عليه، والB في مستقبل مختلف موجود عليه بالشكل ده مثلا، تمام. نفترض ان انا نوع فصيله دمي، انا كمحمد فصيله دمي نوعها ايه، تمام، ده نوع فصيله الدم بتاعتي. فالخلايا المناعيه بتاعتي طول ما هي ماشيه تبص كده تتاكد والله انت ايه، انت مثلث، انت تمام، انت عدي، تمام. طيب نفترض ان انا جيت في يوم من الايام كده وقلت طب ايه اللي هيحصل لو انا رحت عامل بلاد ترانسفيوجن، رحت واخد دم، يعني رحت ساحب دم من حد كده وقمت حقنه عندي، سحبت دم وحقنته عندي، وطلع من سوء حظي ان الدم ده كان بي، ما كانش ايه، انا رحت واخد كده قلت يلا ما نجرب بقى واي دم وخلاص وكلنا بشر زي بعض، تمام، وطلع فصيله دمه بي. وايه اللي هيحصل؟ مجرد ما الخلايا المناعيه بتاعتي وهي ماشيه تكتشف ان بطاقه التعريف دي بي ماهاش ايه، على طول هتبدا تكسر الخلايا دي وتهاجمها، وهتبدا على طول انها تكسرها، تمام. جسمي ازاي عرف؟ عن طريق ان كل خليه عليها من بره جلايكوليبيد زي بتاع التعريف كده، بيبدا ان الخليه بتاعتك تتعرف على السيلف من النون سيلف، تمام. ان الخليه او فصيله الدم مثلا الاي دي يعتبر دي سيلف، دي بتاعتي، اما البي دي بتكون نون سيلف، دي مش بتاعتي. فجسمك او الخلايا المناعيه بتاعتك تقدر انها تتعرف على الحاجات دي عن طريق الجلايكوليبيد. اما الجلايكوبروتين فكرته حاجه تانية خالص، هي فكرته الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن التواصل. يعني ايه؟ يعني انت عندك دي مثلا خليه، الخليه دي لازم يكون موجود على سطحها مستقبل ريسبتور، تمام. طيب نفترض ان المستقبل ده بتاع مثلا الانسولين، حلو. الفكره ان المستقبل ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلايكو بروتين، ده المستقبل نوعه عباره عن جلايكوبروتين، تمام. مجرد ما الانسولين هيبدا يشتغل هيبدا يمسك في المستقبل ده، لما يمسك في المستقبل هيبدا يحفز الخليه، فلما الخليه تتحفز هتبدا تدخل السكر او الجلوكوز جوه الخليه. طيب ايه اللي انا عاوز اقوله لك؟ اللي عاوز اقوله لك ان الانسولين ده مهمته ان هي كوميونيكيشن، هي وسيله تواصل، هي عباره عن رساله، مسج، انا قدرت ابعت الرساله دي، مسج، رساله عن طريق الريسبتور، عن طريق الريسبتور ده
ده بيستقبل الرساله، تمام. الرساله اللي جايه لك هي عباره عن هرمون، الهرمون ده عباره عن رساله، والمستقبل ده هو اللي بيستقبل الرسائل اللي جايه له، تمام. وده بيؤدي ان بيحصل تواصل، وان الخليه بتاعتك بتفهم ان والله دلوقتي انا محتاجه ان انا ادخل جلوكوز جوه الخليه، تمام. فالجلايكوبروتين فكرته ببساطه هي الكوميونيكيشن، التواصل، تمام. فتاني انت عندك حاجه اسمها جلايكو ليبيد وجلايكوبروتين. الجلايكو ليبيد مهمتها السيل ريكوجنيشن، التعرف على الخلايا بتاعتك والخلايا اللي مش بتاعتك. اما الجلايكوبروتين مهمته الكوميونيكيشن، التواصل، انه عباره عن مستقبلات. المستقبل ده ممكن يمسك فيه هرمون، ممكن يمسك فيه دراج، دواء معين. الادويه برضو تمسك في مستقبلات، بتمسك في ريسبتورز وهكذا، تمام. فبيقول لك والله الكربوهيدرات ده بتكون عباره عن كومبينيشن اوف بروتينز او ليبيدز. يعني ايه؟ يعني عندك حاجه اسمها الجلايكوبروتين والجلايكوليبيد، تمام. مهمتها ايه؟ مهمتها انها عباره عن ريكوجنيشن سايتس. الريكوجنيشن سايتس زي ما قلت لك السيل ريكوجنيشن، انك تتعرف على الخلايا بتاعتك، ودي مهمه الجلايكوليبيد، تمام. والسيلف ديفرنشيشن اند اميون ريسبونس، ان الخلايا بتاعتك، الخلايا المناعيه، الاميون ريسبونس، الاستجابه المناعيه بتاعتك بتقدر انها تتصرف بقى. والله الخلايا دي بتاعتي فانا هعديها، تمام يا باشا، انت زي الفل معاك الكارنيه. اما انت الخلايا دي مش بتاعتي، معكش الكارنيه، ههاجمك، تمام. وبتساعد برضو على attaching cell together، ان الخلايا بتاعتك تبدا انها تتصل ببعض. بعد كده بيتكلم معاك عن الفانكشنز اوف cell membrane. ايه وظيفه السيل ممبرين؟ بص، الموضوع بسيط جدا. انا زي ما قلت لك من شويه ان السيل ممبرين بالظبط عامل زي القلعه. القلعه بتاعتي مهمتها رقم واحد انها توفر لي الحمايه، انها تحمي الحاجات اللي موجوده جوه القلعه دي، تمام. فاول وظيفه يقول لك انها وظيفه structural، خاصه بالاستراكشر او التركيب بتاع الخليه، تمام. ده بيكيب الانتجريتي والسترينث. الانتجريتي اللي هي سلامه الغشاء الخلوي، ان يكون قوي وسليم، تمام. فاول حاجه وظيفه ستراكشر ان هو يكون سترينث، ان يكون قوي، تمام. طيب تاني حاجه ان القلعه دي بيكون فيها بوابات. ما هو مفيش قلعه بتكون مغلقه، القلعه لازم يكون فيها بوابات بحيث انها تسمح للناس اللي عايزاها تخش ان هم يدخلوا، وتسمح للناس اللي عايزاها تخرج ان هم يخرجوا، تمام. فتاني فكره انها فيها شويه شانلز، ان فيها شويه قنوات، تمام. القنوات دي بتساعد على مرور الحاجات زي ايه مثلا؟ زي الايونات، زي الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، الحاجات دي كلها. زي الميه، الميه طبعا محتاج انها تدخل او تطلع، تمام. وبعض الحاجات دي تانية مثلا زي الجلوكوز وهكذا، تمام. فبيقول لك ان الشانلز اللي عندك، في عندك نوعين من القنوات. في قنوات بتتسمى نون، قنوات تسمى نون جيتد شانلز، نون جيتد شانلز، وقنوات تانية اسمها جيتد شانلز. طيب ايه الفرق ببساطه؟ الفرق ان القنوات اللي بتكون نون جيتد دي قناه ما عليهاش بوابه، يعني قناه مفتوحه دايما، قناه 24/7، 24 ساعه، 7 ايام في الاسبوع بتكون مفتوحه، على طول بتكون مفتوحه، تمام. ما بتقفلش. عشان كده اتسمت نون جيتد، يعني ما عليهاش بوابه، بتكون قناه مفتوحه دايما، تمام. دي مهمتها ايه؟ او زي ايه مثلا؟ زي القنوات بتاعه البوتاسيوم. في عندك قنوات كده اسمها البوتاسيوم شانلز. قنوات البوتاسيوم دي بتخرج البوتاسيوم لبره الخليه بشكل مستمر. هتلاقي البوتاسيوم عمال يخرج بره الخليه، تمام، بشكل مستمر. ليه؟ بسبب ان تركيز البوتاسيوم جوه الخليه عالي وتركيزه بره الخليه قليل، فبينتقل من التركيز العالي لتركيزه قليل، وبالتالي بينتقل عادي جدا من غير اي طاقه، من غير اي مجهود. وطبعا البوابه بتكون مفتوحه فده بيساعده، تمام. طيب تاني نوع من القنوات بتتسمى جيتد شانلز. جيتد شانلز يعني قنوات موجود عليها بوابه. البوابه ببساطه، البوابه لازم يكون ليها مفتاح، وطبعا البوابه دي بتقفل وبتفتح، تمام. فببساطه تاني نوع من القنوات عباره عن الجيتد، اللي هي ليها بوابه، تمام. البوابه دي المفتاح بتاعها حاجه من الاثنين، يا اما ان يكون ليها لايجند، يعني ده مثلا بوابه بالشكل ده مقفوله، تمام، ولكن في مفتاح معين، مفتاح معين بالشكل ده، تمام. المفتاح ده بيمسك وبيقدر ان هو يفتحها، تمام. بتسمى لايجند جيتد، يعني جيت بوابه مرتبطه بلايجند، مرتبطه بمفتاح، لما المفتاح ده يمسك فيها تبدا انها تفتح، تمام. او فولتج جيتد. فولتج جيتد يعني لما يوصل اشاره كهربيه للقناه دي هتبدا انها تفتح، تمام. يبقى القنوات بتاعتي يا اما قناه بتفتح بمفتاح بلايجند، او قناه بتفتح بالكهرباء، تمام. فاقول لك انها بتكون جيتد يا اما لايجند او فولتج جيتد. بعد كده تالت حاجه وهي الكاريرز.
كارير ببساطه يعني شيال، تمام. فهنا هيبدا يكلمك على الديفيوجن اللي هو الفاسيليتيد ديفيوجن، وحاجه اسمها الاكتيف ترانسبورت، تمام، ويوني بورت وسيمبورت وانتي بورت. المصطلحات دي انا النهارده مش عاوز الخبطك بيها، انا عاوزك المحاضره الجايه ان شاء الله هيكون عندنا جزء مفصل، تمام، عن الديفيوجن. هيكون كل كلامنا عن الديفيوجن وترانسبورت، فخليها المحاضره الجايه هكلمك عنها بشكل مفصل وبسيط جدا. ولكن النهارده ده مش وقتها، احنا النهارده هنتكلم عن السيل اورجانيلز بحيث نفهم الخليه الاول. فعدي الجزئيه بتاعت الديفيوجن دي وان شاء الله المره الجايه هتفهمها كويس قوي، تمام. بعد كده الريسبتورز، الحاجه رقم 4 وهي الريسبتورز يعني المستقبلات. ببساطه بيقول لك ان الخليه بتاعتك بيكون موجود عليها ريسبتور، وانا قلت لك ان الريسبتور ده التركيب بتاعه عباره عن جلايكوبروتين. في اول معلومه بيقول لك الريسبتور ده عباره عن جلايكوبروتين، تمام، وبيكون موجود على الاوتر سيرفيس اوف ذا سيل، موجود على الجزء الخارجي بتاع الخليه. وحابب اقول لك على معلومه، الريسبتور ده تقدر تعتبر ان هو القفل، والمفتاح بتاعه هو الحاجه اللي تمسك فيه، ده المفتاح اللي يمسك في القفل، تمام. فمجرد ما المفتاح يمسك في القفل يبدا يفتح الخليه، يبدا يفتح قنوات معينه، مفتح مثلا قناه تبدا انها تدخل لك مثلا صوديوم، فتقدر تعتبر ان الحاجه اللي مسكت في الريسبتور دي هي اللايجند، يعني هي المفتاح بتاع القفل ده، تمام. فيقول لك ان الجلايكوبروتينز دي بتكون موجوده على الاوتر سيرفيس اوف السيل زي ما اتفقنا، وبتكون ان اكتف ديورنج ريست، وقت الراحه بيكون ان اكتف. الريسبتور ده او المستقبل ده بيكون في حاله الراحه، يعني مش متفعل، تمام. ولكن بيصبح اكتف امتى؟ لما يبدا يمسك مع اللايجند، لما المفتاح يبدا يمسك فيه. زي ايه المفاتيح دي؟ المفتاح ده ممكن يكون هرمون، والله زي ما قلت لك ان هرمون مثلا الانسولين يقوم ماسك في الريسبتور، تمام. او ممكن يكون نيورو ترانسميتر زي ماده مثلا زي الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين لا بيمسك في ريسبتور، تمام، بتاع العضله. فلو انت مثلا عندك دي عضله، وليكن مثلا اي عضله في جسمك، عضله البايسبس مثلا، تمام، موجوده على سطحها مستقبل، تمام. لما انت مخك يدي اشاره للعضله دي انها تنقبض، بيبدا في ماده اسمها الاسيتايل كولين تمسك في الريسبتور ده، الاسيتايل كولين، تمام. لما الاسيتايل كولين يمسك في الريسبتور ده بيبدا يفتح قنوات جوه العضله اسمها الصوديوم شانلز. لما الصوديوم يخش جوه الخليه يعمل لك حاجه اسمها الديبولاريزيشن، ده ان شاء الله هنعرفه قدام. نتيجه الديبولاريزيشن ده بتبدا العضله يحصل لها كونتراكشن، تبدا تنقبض، تمام. فده بسرعه جدا ازاي عضلتك اصلا بتنقبض. فاصبح الريسبتور ده مسؤول عن حاجه مهمه جدا، ان هو يعتبر القفل اللي لازم مفتاح عشان يفتحه. لما المفتاح ده يمسك في القفل بيفتح لي قنوات معينه وتؤدي لوظيفه معينه جوه الخليه، تمام يا ولاد. فيقول لك ان هو اللايجند ده بيمسك زي النيورو ترانسميتر والهرمونز، تمام. وطبعا في عندك حاجه اسمها الاب ريجوليشن والداون ريجوليشن. يعني ايه اب والداون ريجوليشن؟ يعني انا بصراحه بشرح لك كل حاجه عشان تطلع فاهم. تعالى كده بقى اديك مثال عملي على الاب ريجوليشن والداون ريجوليشن. لو انت عندك مثلا دي خليه، الخليه دي موجوده على سطحها مستقبل 2 3 4 5 6، تمام، 6 مستقبلات، تمام. في شخص مدمن مخدرات بياخد ماده بقى مخدره زي مثلا الكوكايين او هيروين او ايا كان، تمام. اللي هيحصل ان الماده المخدره دي هتمسك في المستقبلات في المخ عنده في البرين، تمام، في بعض الخلايا في البرين، بحيث انها تطلع عنده مواد تساعده بقى. زي المستقبل ده لما يمسك في الماده دي المخدره دي ماده مخدره، تمام، دي مثلا هيروين، تمام. لما يمسك في المستقبل ده الشخص ده هيتكيف، هيبدا يحس ان هو عمل دماغ دلوقتي، لان المستقبل ده اتحفز، والخلايا دي لما تتحفز هتديله هرمونات السعاده والكلام ده كله، تمام. طيب نفترض ان هو عمال يستعمل باستمرار المواد المخدره دي، وعمال دايما ياخد جرعات وجرعات وجرعات، وعمال يستعمل الماده المخدره دي على المدى البعيد. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الشخص ده بيقول لك الجرعه ما عادش بتاثر معايا، انا محتاج ازود الجرعه. ليه؟ لان مع الوقت ومع الكرونيك يوز لما استخدمها فتره طويله بيبدا جسمك الحساسيه بتاعه المستقبلات دي للماده المخدره تقل، فتحتاج تزود الجرعه علشان تاخد نفس الافكت. دي اول حاجه. تاني حاجه ان عدد المستقبلات نفسه ممكن جسمك يبدا يسحب عدد المستقبلات، يقلل عدد المستقبلات، تمام. فلما يقلل عدد المستقبلات انت كده عملت حاجه اسمها داون ريجوليشن، خليت ان جسمك ما بقاش يستجيب زي الاول للماده المخدره دي، فبقى الشخص مضطر ولازم ان هو يزود الجرعه.
اعتقد دلوقتي انت ببساطه فهمت ازاي مخنا بيبدا ان هو لما يتعود على حاجه فتره معينه بيبدا بعد كده يطلب اعلى، يطلب اكتر، بسبب حته الداون ريجوليشن دي. تمام. ان ببساطه لما تاخد الحاجه او تفضل تعمل حاجه على المدى البعيد لمده طويله جدا، بيبدا ان الريسبتورز تبدا انها يحصل لها تتاقلم مع الحاجه دي. تمام. ويبدا السنسيتيفيتي او الحساسيه بتاعتها للحاجه دي بتقل، وكمان بيبدا عدد المستقبلات يقل، فده بيخليك لازم تزود الجرعه عشان تحصل على نفس الايفكت. تمام. ده اسمه داون ريجوليشن. تمام. في حاجه اسمها ده اسمه الداون. تمام. الداون ريجوليشن. تمام. في حاجه اسمها الاب ريجوليشن، اعكس الكلام ده كله، الاب ريجوليشن، ولكن الاشهر يعني بالنسبه لنا دلوقتي هو الداون ريجوليشن. فاقول لك والله عندك حاجه اسمها الاب ريجوليشن. تمام. الاب ريجوليشن ده فكرته ايه؟ فكرته ان لو انت بتاخد لو مثلا هرمون معين في جسمك مثلا بيفرز بكميه قليله، تمام، اقل من المعتاد، فمستقبلات جسمك بتبدا تكون حساسه زياده علشان الكميه القليله دي تعمل معاها افكت كويس، تبدا تستجيب لها بشكل كويس، فهي بتزود الحساسيه. ده اسمه اب ريجريشن، بتزود الحساسيه. تمام. او ممكن تزود عدد المستقبلات، نفس الفكره. فده اسمه اب ريجريشن والداون ريجريشن. الاب ريجريشن مع الديفيسيت ليجندز، لما يكون اللايجند، لما يكون المفتاح بتاعك او الماده دي قليله، فبعمل اب ريجريشن فبتعمل ايه؟ فبيزود السنسيتيفيتي، بيزود الحساسيه. في الداون ريجوليشن جسمي بيقلل السنسيتيفيتي، بيقلل الحساسيه، وبيقلل الريسبتورز. تمام. يعني اي ثينك ان ده كونسبت مهم جدا انك تفهمه علشان هيفرق معاك جدا في حياتك. تمام. بعد كده رقم 5 وهي الانزيمز، ان في بعض الانزيمات موجوده على سطح السيل ممبرين، وغالبا بيكون في الانر سيرفيس، في الجزء الداخلي، بيكون ليها مهمات معينه. تمام. بعد كده رقم 6 ان السيل ممبرين بيكون موجود عليه الايدنتيفاي بروتينز، عباره عن جلايكو بروتينز. جلايكو بروتينز مهمه في سيلف ريكوجنيشن، زي مثلا بروتين اسمه الام اتش سي. الام اتش سي الميجور هيستو كومباتيبيليتي، الخلايا بتاع جسمك موجود عليها من بره مستقبلات اسمها الام اتش سي. تمام. المستقبلات دي برضو يعتبر هي بطاقه الاي دي بتاعت خلايا جسمك كلها. تمام. والله البطاقه دي بتعرفك اذا كانت الخلايا دي تبعك ولا لا. تمام. فدي برضو الحاجات المهمه، جلايكوبروتين مهمه في السيلف ريكوجنيشن. تمام. وكنت قلت لك فوق ان في عندك حاجه زي اللايبوبروتين موجوده تحديدا على سطح الريد بلاد سيلز، خلايا الدم بتاعتك، بحيث انها تدي لك نوع فصيله الدم A او B او AB او هكذا. تمام. فعلشان كده اسمها الايدنتيتي بروتينز، البروتينات اللي موجوده من بره زي الام اتش سي، دي بطاقه الاي دي بتاعت الخليه، وبتكون طبعا عباره عن جلايكوبروتين مهمه في السيلف ريكوجنيشن والايدنتيتي اوف ذا سيل. الخليه دي تبع جسمي. تمام. فالخلايا المناعيه ما تقدرش انها تعجبها. اخر حاجه في الحاجات اللي بتميز السيل ممبرين وهي الانتر سيلولار كونكشنز. يعني ايه؟ يعني ببساطه انتر يعني بين، سيلولار يعني خليه، كونكشنز يعني اتصال. فهي عباره عن اتصال ما بين الخلايا. ان السيل ممبرين عباره عن ان الخلايا بتاعتك مش خليه وخليه في حته ثانيه وخليه في حته ثالثه، لا، الموضوع ما بيمشيش كده. انت عباره عن خلايا بتكون متراصه جنب بعضها بالشكل ده. تمام. فالخلايا دي يا ولاد ببساطه ممكن تكون محتاج انها تلزق في بعض. فلو انا عاوز الخليه تلزق في بعض بلزقه حرفيا صمغ ما يفكش خالص، بلزقها في بعض عن طريق حاجه اسمها التايت جانكشنز. تايت جانكشنز. تمام. تايت جانكشنز يعني عباره عن روابط كده بتربط الخلايا بربطه قويه جدا بحيث انها ما تفكش. تمام. اسمها تايت جانكشنز. تمام. فاقول لك ان في عندك بايندنج، يعني حاجات بتربط الخلايا ببعض. تمام. زي ايه؟ اول حاجه البايندنج جانكشنز. البايندنج جانكشنز اللي هي الروابط اللي بتربط الخلايا ببعض. في عندك حاجتين، في عندك تايت جانكشنز وعندك ديزموزومز. التايت جانكشنز ده عباره عن حاجه ما بين النيبرنج سيلز، الخلايا متجاوره، وبتكون سترونج، بتكون قويه جدا، بتربط الخلايا بشكل قوي جدا. تمام. اما الديزموزومز، الديزموزومز عباره عن ان الخلايا بتاعتك بيحصل لها زي ثيكنينج، زي تخن كده، ان الخلايا بتتخن، بيحصل لها ثيكنينج. تمام. ما بين التو ممبرينز، الخليتين اللي بيكونوا جنب بعض بيبدا ان هو يحصل لهم ثيكنينج في الممبرين بتاعهم، ويبداوا ان هما يتصلوا ببعض عن طريق الياف كده اسمها الفايبرلز. تمام. فعباره عن حاجتين، عباره عن ثيكنينج، عباره عن ثيكنينج، تمام، في الممبرين، ثيكنينج في الممبرينز، وعباره عن ان موجود عندك برضو فايبرلز. تمام. ده كده اسمه ديسموزومز. بالمناسبه الكلام ده يعتبر هيستولوجي اكتر. تالت نوع من الجنكشنز اسمه الجاب جنكشنز. الجاب جنكشنز دي مهمه قوي، ان عندك بيكون في خليه وخليه تانية وخليه تالتة بالشكل ده.
الهدف من الجاب جانكشنز ان الخلايا يفضلوا كلهم متصلين ببعض عن طريق يعتبر زي جانكشن كده، قناه بتفتح عليهم كلهم فاتحين على بعض، تمام؟ دي خليه A ودي خليه B ودي خليه C، كلهم فاتحين على بعض، تمام؟ فالجانكشن اللي بينهم ده بيسمى جاب جانكشن. ايه هدفه؟ هدفه ببساطه ان لو انت عندك دي خليه من خلايا القلب، انا عاوز ان القلب كله او مثلا الجزء العلوي من القلب اللي هو الاذين ينقبض كله مع بعضه مره واحده، او البطين الجزء السفلي من القلب ينقبض كله مره واحده في نفس اللحظه، تمام؟ ده بيحصل ازاي؟ عن طريق ان في جاب جانكشنز بتربط ما بين الخلايا وبعضها، فلما يوصل كهرباء هنا، تمام، يبدا توصل الكهرباء دي تنتقل لكل الخلايا مع بعض في نفس الوقت، تمام؟ عن طريق ان في جانكشنز اللي هي بتسمى جاب جانكشنز بتربط الخلايا كلها ببعض، فده بيخلي القلب بتاعك ينقبض كواحده واحده، ودي مهمه جدا، تمام؟ فبقول لك انها عباره عن connections from one cell to another عن طريق across the intercellular space. ده مهمته ايه؟ بيخلي الايونات تنتقل بسرعه جدا، بيقلقوا الرابid passage of ions ما بين الخلايا، الايونات تنتقل بسرعه جدا وبالتالي يحصل انقباض عضلي بالنسبه للقلب مثلا بسرعه جدا، فده بيقلقوا او بيبرمت الرابid propagation of reticular activity، ان الكهرباء تمشي بسرعه جدا في الخلايا from one cell to another، تمام؟ واكتب ده بالتحديد بيحصل فيه الهارت، خلايا القلب، تمام؟ يبقى تاني الاتصالات اللي بين الخلايا، عندك البايندنج جانكشنز، عندك يعتبر 3 حاجات اللي خدناهم، التاي جانكشنز والديزموزومز والجاب جانكشنز. الديزموزومز عباره عن بيحصل ثيكنينج والخلايا ترتبط بعضها عن طريق فايبرز. الجاب جانكشنز دي مهمتها ان الخلايا الاشاره الكهربيه او الايونات تنتقل بسرعه جدا ما بين الخلايا زي الخلايا بتاعه القلب، تمام؟ بالمناسبه يا ولاد عشان تكونوا عارفين برضو، الكلام اللي انا بشرحه دلوقتي مرتبط اكتر بالهيستولوجي، يعني بشرحه دلوقتي اكتر المفروض تدرسوه في ماده الهيستولوجي، تمام؟ طيب هو ليه بتدرسوه في الفسيولوجي؟ ليه محطوط في باوربوينت؟ الله اعلم، انا ما اعرفش بصراحه، ولكن انا بحاول اشرح لك كل كلمه بحيث انك تطلع فاهمها، تمام؟ ده دوري، ولكن عشان تكون عارف الكلام ده صعب نسالك فيه كفسيولوجي لان الكلام ده اكتر مرتبط بالهيستولوجي. نكمل كلامنا. هنتكلم دلوقتي بقى عن النيوكلاس اللي هي النواه، تمام؟ النواه بتاعت الخليه ببساطه عباره عن الحاجه اللي جواها الدي ان ايه، الماده الوراثيه بتاعه الخليه، الماده الوراثيه اللي شايله كل الصفات الوراثيه بتاعه البني ادم، تمام؟ وجواها حاجه اسمها كروموزومز، تمام؟ اللي هو بشكلها بيكون عامل كده، كروموزومز بتكون عامله بالشكل ده بالظبط كده، تمام؟ ده اسمه كروموزوم، والكروموزوم ده احنا بنشوفه اكتر في وقت السيل ديفيجن، وقت ما الخلايا تنقسم، في وقت الانقسام بيكون الكروموزومز دي واضحه، تمام؟ طب في الوقت العادي لو الخلايا دي في وقت الراحه مش وقت الانقسام، ما بيبانش عندي الكروموسومز، بيبان عندي حاجه اسمها كروماتين، تمام؟ بيبان عندي الكروماتين، بتكون كده زي حاجات كده عامله كده بالظبط كده، تمام؟ ما بيكونش ليها شكل واضح زي الاكس كده، لا خالص، بتكون عباره عن شويه شبه الياف كده او فايبرز جنب بعضها اسمها كروماتين، تمام؟ بس ده الكلام اللي يهمك في النيوكلاس اهميتها ايه؟ اهميتها انها بتشيل الماده الوراثيه بتاعتك، تمام؟ وليها مهمه تانية، ان النواه دي يا ولاد جواها حاجه اسمها النيوكليولاس اللي هي النوايا دي بيتصنع جواها حاجه اسمها ار ان ايه، الار ان ايه اللي هو الريبوزومال ار ان ايه. الكلام ده انا عارف انه كبير عليكم دلوقتي، ولكن يعني هقول لك بس عنه كلمتين. الار ان ايه ده عباره عن حاجه بتصنع الريبوزوم، تمام؟ الريبوزوم هو اللي مسؤول عن تصنيع البروتين. يبقى تاني، النويه هي اللي بتصنع جواها الار ان ايه، الار ان ايه ده هو اللي بيصنع لك بعد كده الريبوزوم، اللي الريبوزوم ده مسؤول عن تصنيع البروتين. فبص معايا كده نقرا النيوكلاس سريعه وركز لك على الجزئيات المهمه، وخليك عارف كده قاعده ان اهم حاجه في الفسيولوجي هي الفانكشن، انك تعرف وظيفه كل حاجه ايه، فتعرف وظيفه النيوكلاس دي ايه، تمام؟ ففي الاول بيقول لك النيوكلاس عباره عن حاجه سفيريكال ستراكشر، يعني تركيب سفيريكال يعني مدور شكله دائري، تمام؟ وبيرمبل والكلام ده كله مفيش مشكله، بيمرر حاجات يعني. كومبوزد اوف تو ممبرينز، في بيتكون يعني من طبقتين او من تو ممبرينز، وفي شويه بورز، في شويه يعني بور زي ثقوب، اللي هي الممبرين مش عامل كده، لا بيكون في شويه ثقوب بحيث ان الحاجات تقدر تعدي، ان مثلا الار ان ايه اللي هيطلع منها يقدر يعدي بكل سهوله وهكذا، تمام؟ بحيث ان الار ان ايه ده يقدر يعدي بسهوله، تمام؟ بعدين بيقول لك النيوكلاس دي تتكون من الكروموزومز، وهي اللي بتحتوي على الدي ان ايه، الدي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد او دي ان ايه، الحمض النووي بتاعنا، تمام؟ وده طبعا هو المسؤول عن الجينات او تكوين الجينات بتاع جسمنا. وبعدين بيقول لك ان الكروموزومز بتكون فيزبل، بتكون باينه في وقت سيل ديفيجن، وقت الانقسام، وقت ما الخليه هيحصل لها انقسام وتدي خليتين بيكون باين عندك الكروموزومز، تمام؟ ولكن في المرحله اللي في النص بيبان عندك الكروماتينز بتكون حاجات كده يعني بتكون عامله كده بالظبط كده، تمام؟
بعدين بيقول لك النيوكليوس بيحتوي على حاجه اسمها النيوكليولاس. النيوكليولاس تصغير نيوكليوس اللي هي النوايه دي بتكون ريتش ان ار ان اي، تحديدا النوع اللي اسمه الريبوزومال ار ان اي او ار ان اي. تمام، اللي بيصنع لك الريبوزوم، اللي بيكون ريبوزوم بيكون شكله عامل كده. تمام، الريبوزوم ده هو المسؤول عن تصنيع البروتين. فباختصار النيوكليوس الاهميه بتاعتها ان هي جواها الكروموزومز. الكروموزومز دي هي اللي بتمثل الدي ان ايه او الماده الوراثيه بتاعتنا. تمام، ودي طبعا شايله الصفات الوراثيه وكل حاجه، مثلا زي انا هيبقى طولي كام سنتي، انا هيبقى لون وشي عامل ازاي، او لون جسمي عامل ازاي، او لون شعري عامل ازاي. الحاجات دي كلها بتكون باينه في الدي ان ايه بتاعك. وتاني حاجه انها مسؤوله عن انتاج الار ار ان اي اللي هو مسؤول عن انتاج الريبوزومز. بعد كده ولاد هنتكلم عن الاندوبلازميك ريتيكولم. بالمناسبه الاندوبلازميك ريتيكولم انا في عندي حاجتين، عندي الرف اندوبلازميك ريتيكولم وعندي السموز اندوبلازميك ريتيكولم. الشبكه الاندوبلازميه الخشنه اللي هي الرف، والشبكه الاندوبلازميه الناعمه اللي هي السموز. تمام، الكلمتين اللي يهموك تمام واللي انا ممكن اسكيب السلايد بعدهم، ان الرف اندوبلازميك ريتيكولم مهمتها هي البروتين سينثيس، يعني تصنيع البروتين. السموث اندوبلازميك ريتيكولم مهمتها الليبيد سينثيس، تصنيع الدهون. يبقى الرف اندوبلازميك ريتيكولم الخشنه مهمتها تصنيع البروتين، السموث مهمتها تصنيع الدهون. تمام، وفي كلمه عندك زياده بيقول لك ان السموث برضو ليها اهميه، انها مسؤوله عن تخزين او الاستورج اوف كالسيوم، بتخزن لك الكالسيوم. ببساطه في عندك العضله عشان تنقبض يا ولاد، العضله عشان تنقبض محتاجه ايون الكالسيوم. الكالسيوم ده هو المحرقه، هو اللي بيخلي العضله تنقبض. تمام، فالكالسيوم ده لازم نخزنه جوه حاجه، فبنخزن الكالسيوم ده جوه السموث اندوبلازميك ريتيكولم بتاعت العضله. ليه اسم كده، اسمه الساركوبلازميك ريتيكولم، ولكن دي تفاصيل يعني مش هتفيدك بحاجه. تمام، ولكن اللي يهمك ان هو مهمتها انها بتخزن الكالسيوم، وطبعا انها بتصنع الدهون. اما الرف بتصنع البروتين. تمام، بص معايا دي شكلها الاول، دي كده شكل الاندوبلازميك ريتيكولم. تمام، بما ان الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتلاقي عليها حبوب كده. ايه الحبوب دي؟ الحبوب دي يا ولاد عباره عن الرايبوزومز. تمام، عشان كده ليها اسم تاني اسمها الجرانيولار. جرانيولار يعني عليها جرانيولز، عليها زي حبوب. تمام، اما التانيه اسمها اجرانيولار. اداه نفي، جرانيولار جرانيولز. اجرانيولار يعني ما عليهاش جرانيولز. تمام، اللي هي السموث. فالجرانيولار هي الرف، الاجرانيولار اللي هي السموث. تمام، بيقول لك ان رقم واحد الجرانيولار او الرف اندوبلازميك ريتيكولم مهمتها اهم كلمه هي البروتين سينثيس، تصنيع البروتين. اما الاجرانيولار مهمتها هي انها رقم واحد بتعمل ليبيد سينثيس، بتصنع الدهون، ورقم اتنين بتعمل ستورج للانتراسيلولار كالسيوم اينز، يعني بتعمل تخزين للكالسيوم. تمام، الكلام الزياده كله مش مهم انك تقراه اصلا. فبيقول لك ان الجرانيولار او الرف اندوبلازميك ريتيكولم ليه رف، السيرفيس بتاعها بيكون رف ليه؟ بسبب وجود الريبوزومز. فبيقول لك انها هاز رف سيرفيس بسبب وجود الريبوزومز. الحبوب الموجوده عليها دي اللي بتخليها خشنه، وبالتالي بنسميها الرف اندوبلازميك ريتيكولم. تمام، بس دي الفكره كلها بتاعت الرف والسموث اندوبلازميك ريتيكولم. بعد كده يا ولاد عندنا الجولجي اباريتس. الجولجي اباريتس انا عايزك تعرف عنه كلمتين بالعربي، ان هو بياخد البروتين تمام والليبيد، البروتينات والدهون اللي جايه له من الرف اندوبلازميك ريتيكولم ومن السموث اندوبلازميك ريتيكولم، بياخد البروتينات والليبيد دي تمام ويعمل فيها ايه؟ ويعدل عليها، يعمل لها موديفيكيشن، يعدل عليها. بعد ما يعدل عليها يبدا ان هو ياخدها كده ويحطها جوه كاس. تمام، يعدل عليها ويعبيها في كاس. ده اللي بيعمله جولجي اباريتس بالظبط. بيبدا ان هو ياخد البروتينات اللي جايه له والليبيد، تمام، يبدا يعدل عليها. يعني ايه يعدل عليها؟ يعني مثلا يحط على البروتين دوت كربوهيدرات فيسمى، فيعمل لك حاجه اسمها الجلايكوبروتين، يحط على الليبيد كارب فيسميها لك الجلايكوليبيد، وهكذا عدل عليها. تمام، او ممكن ما يعدلش عادي حسب ما انت عاوز. ويبدا بعد كده ان يعبيها في اكياس. يعني ايه يعبيها في اكياس؟ يعني لو انت عندك دي مثلا خليه، دي الرف اندوبلازميك ريتيكولم مثلا مليانه حبوب اهي، تمام، طلعت لك بروتين. البروتين ده انا ما اقدرش كده اخده بسم الله وارميه بره الخليه، لا، انا لازم الاول اعبيه جوه اكياس، جوه حاجه اسمها فيزيكل زي كيس كده بيحوط البروتين ده. وبعد كده ابدا اخلي الكيس ده يجي على سطح الخليه، وابدا ان انا اطلع البروتين. تمام، ده اللي انا بعمله بالظبط.
فيقول لك الجولجي ابريتس يعني تسيبك من الشكل بتاعه ساكس وسوولن ايدجز والكلام ده كله، ده هيستولوجي ما يهمنيش خالص. الجولجي ابريتس بيكون قريب من نيوكلاس، برضه هيستولوجي ما يهمنيش. الفايده بتاعته ايه؟ ان هو بيرسيف البوليبيبتايد تشينز، البوليبيبتايد تشينز اللي هي اكتب جنبها البروتينز، البروتينات اللي بتتصنع، تمام، اللي جايه له من الرافنورازيك ريتيكولم، تمام، وبيعمل عليها موديفيكيشن، بيعدل عليها، تمام، وبعد كده بيتحرك من كومبارتمنت الانذر، يبدا يعدل عليها حسب ما هو عايز، حسب ما انت احتياج جسمك عاوز ايه، وفي الاخر بيبدا يعملها باكج، يبدا يعبيها جوه اكياس، جوه فيزيكلز، جوه جولجي فيزيكلز. بعد كده الفيزيكلز دي ممكن تفضل جوه الخليه كلايزومز، او ممكن نخرجها جوه، نخرجها بقى لبره الخليه عن طريق سكريتيف فيزيكل. الفيزيكل دي تبدا تكمل لحد ما تيجي على السطح ده وتبدا تطلع البروتينات اللي موجوده جواها، تمام. بس فهي بتمايجريت للسيرفيس، بتهاجر لحد السيرفيس، لحد السطح بتاع الخليه، وتريليز الكونتنت اوتسايد، تبدا تطلع البروتين اللي موجود جواها ده لبره، تمام. بعد كده يا دكاتره هنتكلم عن الميتوكوندريا. الميتوكوندريا ببساطه هي مصنع الطاقه اللي موجود جوه الخليه، هي اللي مسؤوله عن تصنيع الطاقه جوه الخليه. ازاي؟ ببساطه انت الميتوكوندريا دي بيوصل لها جلوكوز زائد اكسجين، جلوكوز مع اكسجين، تمام، تبدا تدي لك الاي تي بي، وطبعا مواد تانية زي الميه، زي الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، تمام. ولكن يهمني انها تاخد الجلوكوز مع الاكسجين وتحوله في الاخر لاي تي بي. الاي تي بي ده هو العمله بتاعه الطاقه في جسمك، تمام، ده الكوين، ده العمله بتاعه الطاقه في جسمك، تمام. اللي مسؤول عن تصنيع اي تي بي هو الميتوكوندريا، وبالتالي اصبحت الباور هاوس، مصنع الطاقه او بيت الطاقه بتاع الخليه بتاعتك، تمام. فده اللي يهمك، اللي يهمك انها الباور هاوس، هي المصنع بتاع الطاقه، بياخد الجلوكوز ويحوله له الاي تي بي، والاي تي بي ده هو اللي الخلايا بتستخدمه كمصنع كمصدر للطاقه، بحيث انها تعمل اي عمليه حيويه هي عايزاها، تمام. هنا بيقول لك وصفها والله انها سفيرويد، يعني شبه السفيريكال شويه، شبه دائريه، وانها رود شيبد، يعني شبه الرود اللي هو يعتبر زي عصايه او حاجه اللي اسمها رود، تمام. وسراوندد باي دبل ممبرينز، يعني فيها تو ممبرينز اللي هو غشائين، يعني غشاء خارجي وغشاء داخلي بيكون فولدد، يعني فولدد يعني بيكون عامل كده داخل لجوه وطالع لبره، عامل كده، تمام. ده اسمه فولدز، تمام. ما اعرفش بصراحه بالعربي يعني ايه، بس اللي هو داخل وطالع ده اسمه فولدد، تمام، شبه زجزاج. بس وبيقول لك انر وان هاز فولز، تمام. الميتوكوندريا هي الباور هاوس، هي مصدر الطاقه، هي مصنع الطاقه، مهمتها الانرجي برودكشن، تمام. فبيقول لك ان هي بتعمل بيرنينج للاورجانيك كومبوننتس، بتحرق المواد الاورجانيك، المواد الاورجانيك زي الجلوكوز مثلا، تمام، مع الاكسجين، وتبدا تطلع بعد كده تطلع لك العمله بتاعتك اللي هي الاي تي بي، تمام. وده هو الانرجي كومباوندز، ده العمله بتاعت الطاقه في جسمنا، تمام. بس وطبعا ده عن طريق عمليه طويله جدا هتاخدوها ان شاء الله في الباي كيمستري، ولكن طبعا ده مش وقتها يعني، تمام. بس ده ببساطه الميتوكوندريا. بعد كده اللايزوزومز. اللايزوزومز فكرتها ببساطه انها مسؤوله عن ان لو في الخليه مثلا، نفترض ان دي خليه مناعيه، تمام. الخليه المناعيه دي جواها حاجه اسمها اللايزوزوم. الخلايا المناعيه دي اكتشفت ان في بكتيريا موجوده، دي مثلا بكتيريا شريره بالشكل ده، تمام، دي بكتيريا شريره، تمام. ايه اللي هيحصل؟ مجرد ما اشوف البكتيريا دي هتبدا تبتلعها، وبعد ما تبلعها هتبدا تدخلها جوه لايزوزوم. اللايزوزوم ده يا برنس عباره عن ميه نار، حرفيا ميه نار، بتبدا تصلخ الحاجه اللي داخل جواها دي، تبدا يعني تقطعها وتكسرها لاجزاء صغيره جدا، تمام. ده الفكره ببساطه. اللايزوزومز مهمتها انها بتعمل لك لايسيس، يعني بتكسر الحاجه اللي بتخش جواها، تمام. بس فلو انت عندك دي بكتيريا او فيروس او ايا كان، هيبدا يتكسر وتخلص منه بكل اريحيه، تمام. وطبعا برضو ممكن لو عندك خليه مثلا، لو في عندك خليه ماتت مثلا، خليه من خلايا جسمك ماتت، برضو بتبدا تخش جوه اللايزومز وهكذا، بحيث انك برضو تتخلص منها، تمام. فبقول لك اللايزومز هي عباره عن حاجه جواها لايزوزومال انزيمز. اللايزوزومال انزيمز انزيمات، الانزيمات الهاضمه، تمام. مهمتها انها بتكل البكتيريا، بتقتل البكتيريا، وبتبريك داون الدبريس. لو في عندك اي بقايا او اي ديد سيلز، اي خلايا ميته، اي بقايا، بتبدا تخش جوه اللايزومز دي، وابدا ان انا احولها لاجزاء اصغر. تاني حاجه عندي وهي الابوبتوزس. الابوبتوزس معناها ببساطه الانتحار الخلوي المبرمج. طيب يعني ايه دكتور الانتحار الخلوي ده؟ ازاي الخليه تنتحر اصلا؟ هقول لك ده مهم جدا. في بعض الاحيان بيكون في عندك خليه، الخليه دي بيخش جواها فيروس، تمام. جسمك بيعمل ايه؟ بتيجي الخلايا المناعيه، تحديدا خليه اسمها تي سايتوتوكسيك،
تمام، التي سايتوتوكسيك، تبدا انها تتعرف على الخليه دي. تتعرف عن طريق ايه؟ عن طريق الام اتش سي اللي موجود عليها. تمام، كنت قلت لك فوق ان في حاجه اسمها الام اتش سي. الام اتش سي ده يعتبر نوع من انواع الجلايكوبروتين. تمام، مجرد ما تتعرف عليها تعرف ان الخليه دي مصابه بفيروس، في فيروس معين جواها. تعمل ايه؟ تديها امر فوري بالانتحار، تقول لها انتحري حالا ودمري نفسك بالفيروس اللي جواكي. تمام، فايه اللي يحصل؟ الخلايا دي تبدا تلقائيا انها تبدا اللايزوزومز اللي جواها تبدا تفتح وتبدا تطلع انزيماتيك، تعمل دايجيشن، تعمل هضم للحاجات اللي جواها، وانزيمات تانية كتيره طبعا، وميكانيزم كده معين هتاخدوه ان شاء الله في الباثولوجي اكتر، بيوضح لك ازاي الابسوس ده بيحصل. تمام، هي عمليه مبرمجه وستيب باي ستيب ومنظمه جدا. تمام، بحيث ان الخلايا دي تنتحر كده يعني في سلام. تمام، وتتحول لاجزاء صغيره. تيجي بعد كده الخلايا البلعميه تيجي تاخدها، تبتلعها وتخش جوه اللايزوزومز، وتخش جوه اللايزوزومز طبعا، وابدا اكسرها خالص والعمليه تنتهي بسلام. تمام، مش مهم تكون فاهم كل حاجه دلوقتي، انا اعتبر بس بفتح دماغك الحاجات اللي موجوده في جسمنا. تمام، عشان ما تبقاش بتعدي على الكلام وابتوزس. طب يعني ايه ابتوزس؟ الابتوزس اللي تكون عارفه بالعربي والله ان هو ان الخليه بتنتحر. تمام، الميكانيزم ده ازاي وبيحصل ازاي مش عليك خالص، حتى هتلاقيه ان هو مش مفسر لك. تمام، ولكن انا بس بقول لك الكلام ده علشان تفهم اكتر. تمام، بس هقول لك ان هو عباره عن السيلف سيل ديث، الانتحار الخلوي، ان الخليه بتموت نفسها بنفسها. تمام، او ديستراكشن اوف سيل باي السيلف، الخليه بتدمر نفسها بنفسها، نفس المعنى. بعد كده الريبوزومز اكتب جنبها انها مهمتها البروتين سينثيس، تصنيع البروتين. بعدين هنا بيقول لك ان في حاجه اسمها الفري ريبوزومز، وفي عندك ريبوزومز تاني بتكون اتاتشد للاندوبلازميك ريتيكولم. يعني ايه؟ بص، لو انت عندك ده كده الخليه، تمام، وعندك ده كده مثلا الاندوبلازميك ريتيكولم، الرف اندوبلازميك ريتيكولم. تمام، وطالما هي رف يبقى اكيد عليها ريبوزومز، الحبوب او النقط اللي موجوده عليها كده. تمام، ويقول لك ان في عندك نوعين من الريبوزومز. في عندك ريبوزومز فري موجوده حره في سيتوبلازم، وريبوزومز ثانيه بتكون موجوده اتاتشد للرف اندوبلازميك ريتيكولم. تمام، ايه الفرق بينهم؟ ان الريبوزومز الفري دي مسؤوله عن انتاج البروتين المحلي. يعني ايه المحلي؟ البروتين اللي هستخدمه جوه الخليه. البروتين ده مثلا هستخدمه في صناعه بعض الانزيمات، الانزيمز اللي هستعملها جوه الخليه، او حاجات تانية، ولكن البروتين ده مهمته انه هيشتغل جوه الخليه. تمام، اما الرف اندوبلازميك ريتيكولم البروتينات اللي بتصنعها. تمام، الريبوزومز بتاعتها تحديدا، الريبوزوم لما يصنع بروتين، البروتين ده هيروح الاول للجولجي، الجولجي ابريتس يعدل عليه ويحط جوه اكياس، جوه فيزيكلز. بعد كده هصدره لبره، هعمل له سكريشن. تمام، يبقى هو مسؤول عن البروتينات اللي بيحصل لها سكريشن. تمام، اللي انا بطلعها بره الخليه. تمام، ده الفرق بينهم، ان الفري بتكون فور ذا سيل، للخليه نفسها. اما اللي بتكون اتاتشد للرف اندوبلازميك ريتيكولم، تمام، دي بتكون مسؤوله عن البروتينات اللي انا هبدا اصدرها لبره الخليه بكل بساطه. تمام، فيقول لك ان في عندك الريبوزومز حاجتين، في عندك فري في السيتوبلازم، وعندك اتاتشد للاندوبلازميك ريتيكولم. الفري ريبوزومز مهمتها ايه؟ البروتين سينسس اللي هستخدمه جوه السيتوبلازم. تمام، عشان يؤدي وظائف معينه جوه الخليه. اما النوع الثاني اللي هو بيكون اتاتشد يعني للاندوبلازميك ريتيكولم، وبعدين بيقول لك ان البروتينات دي بيباس الاندوبلازميك ريتيكولم هيومن، يبدا يطلع من الاندوبلازميك ريتيكولم ويروح لفين؟ يروح للجولجي ابريتس، يروح للجولجي ابريتس. تمام، فيقول لك تروح بعد كده للجولجي ابريتس. وبعد كده الجولجي ابريتس يبدا ان هو وقت محتاج يفرز البروتينات وتطلع لبره الخليه. تمام، فده كده الريبوزومز. بعد كده وصلنا لاخر 3 اورجانيزم هنتكلم عنهم، ودول يعني اقل اهميه طبعا في الاسئله بكتير من كل اللي فات، وهو البير اوكسيزومز والسنتريولز والسيتوسكيلتون. تمام، طيب تعال نتكلم اول حاجه عن البير اوكسيزومز. البير اوكسيزومز دي ببساطه بتكون موجوده في اماكن زي الليفر مثلا، الكبد بتاعنا. تمام، طيب ايه لازمتها؟ الكبد بتاعك انت اكيد عارف معلومه ان هو بينظف جسمك من السموم. دي الفكره ببساطه، ان البيروكسيدومز بتبدا انها تنظف جسمك من السموم. تاني حاجه ان انت لما بتاخد دواء، الدواء ده بيحتاج يتكسر، بيحتاج مع الوقت ان هو يتكسر، ما الدواء مش هيفضل في جسمك على طول، لازم تتكسر والا هيعمل لك توكسيستي، هيعمل لك سميه. تمام، فهو بيعمل لك دي توكسيفيكيشن للدراجز، يعني بيجي على الادويه ويبدا ان هو يكسرها. تمام، يعمل لها ميتابوليزم. تمام، بيجي على مواد تانية زي الفري راديكلز. الفري راديكلز اللي هي الجزيئات كده، حاجات حره كده وبتكون مؤذيه جدا لجسمك. تمام، بيبدا ان هو يتخلص منها. تمام، بيجي على ماده زي ال H2O2.
اللي هي يعتبر بالعربي اللي هي ميه الاكسجين. تمام، دي لو موجوده في جسمك وفضلت تتراكم هتعمل لك مشاكل كبيره جدا، فبيبدا يكسرها ويحولها ل H2O زائد O2، اكسجين وميه، مواد سهله. فهو بيبدا يكسر الحاجه دي عن طريق انزيم كده معين. تمام، فهي مهمتها انها زي ما قلت لك بتخلص من السموم. موجوده فين؟ موجوده في الكبد، في الليفر، وموجوده في الكدني اللي هي الكليه. تمام، فالبيروكسيرومز هي عباره عن حاجات شبه اللايزومز شويه لانها بتكسر فيها انزيمات، ولكن فيها انزيمات مختلفه عن الانزيمات الموجوده في اللايزومز. بتعمل ديتوكسيكيشن دراجز، يعني يعني بتيجي بتعمل ميتابوليزم او بتكسر ادويه، ونيوتراليزيشن الفري راديكلز، برضو بتخلص من الفري راديكلز اللي هي حاجات طبعا لو فضلت في جسمك هتاذيه جدا. موجوده فين؟ موجوده في الليفر والكدني، الكبد والكليه. وفي عندك انزيم اسمه الكاتاليز هو اللي بيحول H2O2 ل H2O زائد O2، بيحول الهيدروجين بيروكسيد اللي هو الميه، يعني ميه الاكسجين، لميه واكسجين. تمام. بعد كده السنتريولز يا ولاد دي بتكون حاجه موجوده، تمام، بتكون اسطوانيه كده شويه. تمام، بتكون شكلها اسطواني كده شويه. دي مهمتها ان وقت ما الخليه تنقسم، وقت ما الكروموزومات تبدا انها تتضاعف والخليه تنقسم وكده، بتنظم الموضوع، بتبدا تطلع لك زي خيوط وخيوط كده، بتبدا تنظم لك الموضوع وتنظم لك الانقسام بتاع الخليه. تمام، فهي بتكون شورت سلندريكال شكلها اسطواني، بتكون موجوده جنب النيوكليوس، بتكون باينه اكتر وقت انقسام الخليه، وقت السيل ديفيجن. تمام، مهمتها انها تعمل موفمنت للكروموزومز ديورنج الديفيجن، وقت ما الخليه تنقسم بتبدا تحرك الكروموزومز، تمام، عشان تفصلهم وبعد كده الخليه تنقسم لخليتين. بعد كده السيتوسكيلتون ببساطه ده بيكون شكله، تمام، بيكون عباره عن مايكرو فيلامنتس كده زي خيوط رفيعه، بروتينات كده وخيوط رفيعه جدا. مهمتها انها بتعمل لك سبورت للخليه. تمام، بتعمل لك سبورت، بتدعم الخليه وبتحافظ على ثبات الخليه. تمام، فبيقول لك السيتوسكيلتون هو عباره عن collection of protein filaments، تجمع من البروتين فيلامنتس، خيوط من البروتين رفيعه جدا، بتعمل لك structure support، دي كلمه مهمه، بتدعم الخليه بس. بتكون مايكرو فيلامنتس ومايكرو تيبيولز، وبتخلي السيل تورجنايز الكونتنت بتاعتها. وكمان بيقول لك ان هو بيكونتريبيوت، يعني بيساعد في السيل موفمنت او كونتراكشن، يعني بيساعد في حركه الخليه. في بعض الخلايا زي كرات الدم البيضاء ممكن انها تتحرك عن طريقه عادي، بحيث انها تروح للمكان بتاع الالتهاب وكده. تمام، بس فده كده سايتوسكيلتون، يعني هو ببساطه العظم بتاع الخليه من جوه، الهيكل بتاع الخليه من جوه اللي بيدعمها. تمام، دي اهم كلمه، ستراكشر سبورت. بعد كده اخر حاجه عندي وهي السيليا اللي هي الاهداب، عباره عن حاجه كده بتكون موجوده فوق الابيثيليوم، بتكون اهداب كده رفيعه خالص. تمام، عامله زي الشعر، رفيعه جدا جدا. تمام، موجوده على الخلايا بتاعتنا. طيب دي بتكون موجوده فين مثلا؟ لو انت عندك دي القصبه الهوائيه، تمام، مثلا دي القصبه الهوائيه، ودي مثلا البرونكاي، ودي الرئه. تمام، فهي بتكون موجوده على المجرى التنفس بتاعك. طيب ايه لازمه الشعر ده برضو؟ لازمته ببساطه انك طبيعي ان يكون في ميوكس، يكون في مخاط موجود على سطح المجرى التنفس بتاعك، وده مهم جدا ان يعمل لك لوبريكيشن وحاجات كده كتير. تمام، فالميوكس ده على مثلا باي لون مختلف، مثلا ده. تمام، الميوكس ده، او خلينا عايزين لون يبان، ماشي، ده الميوكس ده انا محتاج ان انا اخرجه لبره الجسم، ما هو لو فضل في مجرى التنفس عندي هيخنقني. فانا بعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل في جسمنا حاجه اسمها السيليا اللي هي الشعر ده، الشعر الاحمر ده، يبدا يشتغل زي الاسانسير، يرفع الميوكس ده لفوق، يفضل يرفعه لفوق بحيث ان انا اعرف ان انا اتخلص منه بعد كده. تمام، فدي الفكره ببساطه، ان السيليا بتبدا ترفع الميوكس لفوق، تبدا ترفعه لفوق بحيث ان انت المجرى التنفس بتاعك يتخلص منه وما يخليكش تتخنق. فاهم؟ فده مثال طبعا على اهميه السيليا، وليها طبعا اهميات تانيه كتير. فاقول لك انها هير لايك ستراكشرز، شبه الشعر، بتكون موجوده في السيرفس بتاع الابيثيليال سيلز. تمام، وبس كده يا دكاتره، احنا كده الحمد لله خلصنا المحاضره بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله انها تكون مفيده بالنسبه لكم. وانا عارف ان في الاول الدنيا بتكون صعبه، يعني صدقوني انا حاسس بيكم جدا، لان في الاول بتكون المواد، يعني دخلة الماده نفسها بتكون صعبه في الاول، وفي الاول تحس ان الكلام نوعا ما تقيل، ولكن صدقني ده طبيعي، طبيعي جدا في الاول. ولكن صدقني انا بوعدك الموضوع ده مش هيطول. انت الفسيولوجي مجرد بس البدايه اللي بتكون صعبه، يعني عامله بالظبط كده زي القطر مجرد ما يتحرك، أو بدايه التحرك بتاع القطر هي اكتر حاجه بتحتاج مجهود وطاقه. تمام، مجرد ما يمشي بتلاقيه بيحتاج مجهود اقل بكتير،
نفس الفكره. بدايه الماده بتحس انها صعبه شويه، وايه المفاهيم دي وايه الكلام ده، والكلام جديد عليا. وبدايه الطب عموما مش الفسيولوجي بس، بدايه اي حاجه عامه بتكون في الاول صعبه، ولكن بعد كده ان شاء الله واحده واحده هتلاقي الدنيا معاك اسهل بكتير. وعايز اقول لكم ان النهارده اللي اتكلمنا فيه يعني ده مش الفسيولوجي صراحه. يعني النهارده احنا اتكلمنا اكتر هيستولوجي، عشان اكون صريح معاك. احنا اتكلمنا عن السيل، وكان معظم كلامنا عن الخليه والسيل اورجانيلز، ولكن هيستولوجي. ولكن طالما موجود عندك في الباوربوينت او في البي دي اف فانت مطالب بيه، فانا لازم اشرحه لك. تمام. ولكن البدايه بتاعت الفسيولوجي الحقيقيه هي ان شاء الله المحاضرات اللي جايه. المحاضرات اللي جايه هيكون شغلنا الحقيقي في الفسيولوجي، وهتبدا تعرف متعه الماده دي والقيمه الحقيقيه بتاعتها اكتر. بس كده. لو في اي حد عنده سؤال ممكن يتواصل معايا، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم.